780 مليون جنيه بتاخدوهم وتلبسوا طواقي؟ ايه مجلس اداره الزمالك ده؟ ايه الجحود ده؟ بتاخد فلوس ومال عامه قبل ما تاخد اذن وقرار من رئيس الجمهوريه. كمل معايا الفيديو ده لحد الاخر، لان بيان النيابه العامه النهارده مش بس بيثبت ان الزمالك نادي الدوله، ده واخدها مقاوله. لا مؤاخذه مع احترامي للجميع، بيان النيابه العامه شافي وكافي، والرد على مسؤولين مجلس اداره الزمالك كانوا قاعدين بيندبوا ومن يومين مطلعين بيان احنا مش هنقبل باي ارض بديله واي ارض مش عارف ايه، احنا عايزين الارض دي. طيب بيان النيابه العامه بيقول لك ان الارض اتخصصت للزمالك من 2003 ل 2020، ما بين الفترات دي كلها اتسحبت كذا مره. في 2020 قالوا لهم بقرار من رئاسه الجمهوريه وزاره الشباب هنمدلكم سنتين، ومدوا لهم كمان سنتين عليهم، يعني لحد 2024. جه الزمالك ما كانش باني كل ده، يعني كل المده دي تقريبا لحد 2024 ما كانش باني 2% من مساحه الارض. انت متخيل يا مؤمن بقاله حوالي داخل في ربع قرن ويقول لك انا الدوله جايه عليا؟ دوله ايه يا ابني اللي جايه عليك؟ ده انت فاجر وبتتغنى على جمهور الزمالك وبتعمل مظلمه على جمهور الزمالك وتخلي جمهور الزمالك بتضحك عليه بشعارات، والاهلي نادي الدوله. لا مؤاخذه، نادي الدوله ايه ده؟ الاهلي عمل ما شاء الله 5 فروع. المشكله عندك انت كمجالس ادارات بتلبس الطاقيه للجمهور بتاعك، وانا يعني مشفق على جمهور نادي الزمالك بمنتهى الامانه، لان الزمالك ضحيه مجالس اداراته المتعاقبه. ومحدش يقول لي ان في كل مجلس اداره مفيش واحد بالكونكشنز بتاعته يقدر يبني او يعمل كل حاجه. اللي زاد الطين وغطى ال 800 مليون دول تقريبا عملوا انشاءات، المفروض كانوا هيعملوا انشاءات بعد 2024 ومقدمين انه عايزين سنتين كمان فهنخش بالانشاءات دي. قال لك الانشاءات دي ما ينفعش تعملها قبل ما تاخد تصريح من رئاسه الجمهوريه. قبل ما تاخد ايه؟ تصريح من رئاسه الجمهوريه. البهوات قبل ما ياخدوا التصريح لبسوا الطاقيه وعملوا باعوا مباني وحتت من الارض لكيانات اصلا تابعه للدوله، لكيانات تابعه للدوله عشان يعملوا انشاءات او مشروعات في غير محل النادي، يعني في غير الانشطه الرياضيه اللي مخصصه ليها الارض دي. فالبهوات خدوا ال 780 مليون قبل ما ياخدوا تصريح من رئاسه الجمهوريه. ده اللي بيان النيابه العامه نزل النهارده واكده وحط المجلس في منظر كلوت بالفلوت. الحقيقه فلوت لابس فلوت. فقلبي عند جمهور الزمالك بصراحه اللي بيتحمل كتير